تحياتي. اليوم نتكلموا على هذا القصر الضيافه اللي راه داير بوم في بوسكوره، اللي تم هدم واحد الجزء. يعني زعما برافو لهذا السيد هذا، يعني البروده ديالو، يعني برافو. راه الانسان تلقاه على والو يلوضها، يديو له غير شي حوايج ديالو والاخرين، كاين برافو ليه. والحمد لله كيقول لك جات في 16 مليار سنتيم. انت تقول جات في 16 مليار سنتيم، راه الخيال العلمي، فلوس كثيره. كنا نتمناو، يعني كنا نتمناو يعني يتعرض لشي بروسي كبير، شي حاجه. اما باش نهدموا ديك المعلمه وهذاك الشيء هذاك، وكانوا غادي يجيو فيه خليجيين والاعواد والتراث، وهاد الناس هادو معروفين بالبيع العواد وهاد الشيء هذا، راه يعاود يبيعوا 200 مليون 150. يعني هاد الشيء كدير واحد المشروع اللي غادي تطور ديك الساكنه ويخدم فيه حتى 40 400 واحد ولا 300 واحد، ولكن للاسف تهدم بتسرع. والحمد لله الباشا خدا الجزاء ديالو. هو ينفي انه ما عنده حتى صله مع محمد مبدع وداك الكلام الخاوي اللي تقال. يعني الله يحسن العون، 16 مليار اول مره تشوفها كتهدم بديك السرعه. ربما ما عندناش بعض القصور اللي كتشابه اوروبا ولا التطاول ولا، ولكن كان من الاجدر في الاول. اما ملي كملوا يعني كدير له بروسي ولا شي حاجه ويبقى يخلص فيه، ولا نخليوه هكا يعني يبقى محجوز عليه. كاين طرق اخرى ماشي الهدم، هذه راه ماشي غادي تهدم غير درب ولا حي ولا عشوائي ولا شي حاجه اللي عشوائيه وكانوا محتلينها ولا. نتمنوا الخير، برافو لهذا السيد هذا اللي بقى واقف وصامد، وعائله غنيه ومعروفه بالتجاره في الخيول وبزاف الحوايج. نتمنوا له يعني يشوف الله من حاله، والحمد لله على كل حال.